This is what it feels like. أنا أسماء موسى ودي قناة ليدي أون ذا رود. بداية الحكاية خناقة بين قبيلة اليمين وقبيلة اليسار، وفي يوم صحيت قبيلة اليمين لقت عندهم راجل مقتول، وسمعوا إن القاتل موجود في قبيلة اليسار، فبعتوا شيوخ القبيلة يطلبوا القاتل. لكن قبيلة اليسار ردت بقوة وقالت لا يوجد بيننا قاتل. طيب تعمل ايه قبيلة اليمين؟ بعتوا شيوخ القبيلة تاني وطلبوا منهم إذا كان القاتل مش منكم ومش عندكم، خرجوا لينا 12 حلاف من قبيلتكم يحلفوا ويقسموا قدام الناس كلها إن القاتل مش منكم ومش موجود عندهم. فاجتمعوا شيوخ قبيلة اليسار وقالوا إزاي هيطلع شيوخنا يحلفوا ويقسموا زور قدام الناس وانتوا عارفين ان القاتل بينا والقاتل مننا؟ طلع واحد منهم وقال النار ولا العار. يعني ايه؟ يعني يحلفوا زور قدام الناس ويدخلوا النار احسن ما يرجعوا في كلامهم قدام الناس ويلبسهم العار طول حياتهم. وفعلا خرج 12 شيخ من شيوخ قبيلة اليسار قدام الناس كلها وحلفوا وأقسموا أن القاتل ليس منهم، وبيقولوا إن القبيلة دي ما عداش عليها سنة لكن أهلكها الله تماما عن بكرة أبيها. طيب هي إيه هيئة المحلفين؟ عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن مؤسسة قانونية تاريخية بيشارك فيها 12 شخص عاديين للفصل في القضايا المعروضة عليهم. وإنجلترا بتقول إنها ما تعرفش أصل التسمية دي جه منين. يلا نشوف. في سنة 1236 في واحد اسمه الإمام أبي حامد محمد العربي بن الشيخ الهمام أبي المحاسن الفاسي ربنا يرحمه. الراجل ده ألف مخطوطة اسمها شهادة اللفيف. إيه هي شهادة اللفيف؟ في سنة 440 هجري ظهرت الخلافات بين ملك إنجلترا وأهل الأندلس والمغرب بسبب القضايا اللي كانت بينهم وبسبب القضاة اللي حطهم الملك في البلاد دي وقتها. وبقى في فوضى رهيبة وانعدام عدل في المنطقة، وعشان الأمور تستقر والمشاكل تنتهي طلب ملك إنجلترا من أعوانه إن هم يشوفوا إيه الطريقة أو مين هو الشخص اللي لو حكم بين الناس دي هيسمعوا كلامه. ولأن الأندلس والمغرب كانوا بيتبعوا المذهب المالكي فكانوا بيستخدموا ما بينهم شهادة اللفيف في القضايا اللي موجودة ما بين البلدين. والمذهب المالكي قال إن شهادة اللفيف هي عبارة عن مجموعة من الرجال العاديين إذا اكتمل عددهم 12 واجتمعوا على رأي واحد بيتاخد برأيهم في القضية إذا لم يكن هناك شهود عدول. وليه 12 بالذات؟ لأن المذهب المالكي بيقول إن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا ب12 رجل، والرقم ده هو اللي صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أول جمعة في المدينة المنورة. وعلشان كده أقر ملك إنجلترا بشهادة اللفيف في بلاط الملك، وفعلا اختاروا 12 رجل علشان يحكم في بعض القضايا ما بين بلاد الأندلس والمغرب. واتعممت الفكرة دي بعد كده لحد ما وصلت أمريكا، ولحد دلوقتي بيستعملوها هناك. وهيئة المحلفين جاية من الحلافين اللي هيحلفوا بأن الرأي ده هو الرأي الصواب. وفي فيلم بيتكلم عن هيئة المحلفين
اتعمل سنة 1957 اسمه 12 رجل غاضب. شوفوا الفيلم لأنه هو فيلم حلو جدا، وأكتر فيلم هيعرفكم إيه هي فكرة هيئة المحلفين. The Lafif in Maliki jurisprudence developed between the 8th and 11th centuries and stipulated that 12 members of the community would swear to tell the truth and reach a unanimous verdict. Sounds like it actually comes from Muslim culture. Doesn't really go along with his narrative there. Let me give you more. In the 12th century, Henry II of England similarly instituted a jury system of 12 free men charged to uncover the facts of the case with the same characteristics as the Lafif system. He was likely influenced by his exchequer, Thomas Brown, who formerly worked under the Diwan of the Kingdom of Sicily, which had recently conquered the Emirate of Sicily and incorporated Islamic government and legal systems into their procedures. Sometimes the truth hurts, Tucker. Sometimes it hurts. That was a long way to go and a huge payoff. I'm so glad you read that and that Brett brought that up. Wow, Islamic law, eh? Looks like we owe that our due process to Islamic law. بس خلاص. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وتتابعوني علشان قصص تانية جديدة.